بدي أقسم علامات الظهور إلى قسمين. نعم. إلى القسم الوارد الحتمي، يعني نعم. علامات بعد لا تخيب، إذا حدثت معناتها صار الظهور. نعم. وعلامات يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث. نعم. بالنسبة للمجتمع الذي يشعر بأن كل ما صار حدث معين نعم. يربطه بقضية الإمام وظهور الإمام، لعله هذا شيء إيجابي، بل ولعل الأئمة يريدون ذلك. ما نحن يستطيع الإمام أن يقول مثلا سنة 2000 ومش عارف قديش بالساعة الفلانية سيخرج صاحبكم فانتظروا، فبتكون كل الشعوب التي مرت قبل هذا التاريخ لا ارتباط لها بالإمام أبدا، ولا بدولة الإمام ولا بحالة الإمام، بل ينامون لا علاقة لهم إلى الزمن الذي سيظهر فيه الإمام، يكون هذا الشعب فقط هو الذي ينتظر. فواحدة من أهم القضايا التي استطاع الأئمة عليهم السلام أن يربطوا بها أتباعهم بالإمام المهدي من ذلك الزمان إلى هذا الزمان هو هذا التغييب للروايات والتغييب للتوقيت. وأكثر من ذلك أن هذه الأحداث مش بس بزماننا، في كل سنة وفي كل 100 سنة وفي كل قرن وفي كل مش عارف شو يحدث أحداث كبيرة وضخمة، وهذه الأحداث كانت تؤشر للناس بأنه قرب الظهور، ويتصور الناس أنه قرب الظهور. وحتى بعض الأقوام كانوا يسنون سيوفهم ويجهزون خيولهم وينصبون خيامهم ويذهبون إلى الصحراء استعدادا لأن هذا الحدث يعني يشبه ما وردت به الروايات. نعم. هذا كلام جيد إيجابي، أن يبقى الإنسان في حالة تهيؤ واستعداد وتأمل واستبشار بكل حدث. من قال أنه لما صارت حرب الخليج بالتسعين استبشر الناس، لما صارت حرب العراق استبشر الناس، لما صارت حرب تموز استبشر الناس، لما صارت التسونامي استبشر الناس. لا مانع من استبشار الناس على أن يكونوا دائما بكل حدث يستبشرون وينتظرون، على قاعدة يرونه بعيدا أو نراه قريبا ويرونه بعيدا. هذا المفهوم الأول من يعني إيجابية تغييب الوقت ودقة الوقت في ظهور الإمام، أنه إيجابيته يربط الناس بحالة الظهور، يكونون دائما مستعدين. علامات الظهور الحتمية أيضا تنقسم إلى 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هي أحداث خلينا نسميها عسكرية. يعني عندنا مثلا الأحداث العسكرية مثل شو؟ خروج السفياني، هذا حدث عسكري لأنه هو قائد عسكري السفياني. يخرج السفياني من الوادي اليابس وينطلق ويبعث رسائله إلى الشرق والغرب ويبعث جيوشا إلى هنا وهناك وتصبح حالة عسكرية ضخمة. هذا حدث من العلامات الحتمية هذا. خروج السفياني. وعندنا أيضا من اليمن يخرج صاحبكم اليماني بسموه. وعندنا من خراسان يخرج الخراساني. هؤلاء بالرواية عن أئمتنا عليهم السلام يخرجون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. كالخرز يتلو أو يلي بعضها بعضا، كالخرز. كيف المسبحة؟ مثل حبة المسبحة، إذا أول علامة ظهرت كرت كل العلامات. هول الثلاثة يخرجون مع بعضهم، يعني فجأة تعلن رايات بالأرض، يخرج راية السفياني، تخرج راية اليماني، تخرج راية الخراساني. الأئمة يقولون واليماني أهدى الرايات لأنها راية حق. اليماني يخرج من اليمن والسفياني يخرج من الوادي اليابس ويأتي إلى دمشق، يحتل دمشق ويحتل كل المناطق وبصير له قوة. والخراساني يخرج من خراسان. الخروج رح يكون مفاجئ سيدنا صراحة؟ طبعا ما في تهيئة، يعني ما في عندنا شيء يبين أنه تتمهد الأمور، بصير قائد بيجمع ناس وبيجمع عناصر وبلش. لا، يخرج براية واحدة. هذا القسم الأول، خلينا نسميها العلامات العسكرية، القسم العسكري. عندنا أحداث محددة بالأرض موجودة بروايات الأئمة، أحداث طبيعية. واحدة منهم مثلا قتل النفس الزكية. عندنا روايتين، عندنا قتل النفس الزكية بالكوفة في 70 من أصحابه من الصالحين، وعندنا رواية تقول النفس الزكية تذبح بين الركن والمقام في الكعبة. هذا مؤشر حقيقي، هذا حدث يحدث في الأرض. عندنا مثلا من الكوارث والأحداث الطبيعية كوارث مثل هلا عم نقول الزلازل وهولي كوارث طبيعية تحدث في الأرض. ومن أهم هذه الكوارث خسف في البيداء، وهذا الخسف لعله بالروايات لعله أنه هو الذي بين مكة والمدينة، يعني الصحراء كلها خسف في البيداء. وعندنا خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب. هذا حدث تكويني طبيعي، هذه بتصير خسوفات بالأرض.
يعني هلا اليوم صارت كم زلزله بالارض. نعم. نحن عم نحكي عن خسف واضح يراه العالم لا مفر من رؤيته والوقوف على الرعب اللي صار منه. هذا مقدمه لظهور الامام. هذه علامات لا تخيب ابدا. خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيره العرب. عندنا من الروايات الحتميه بل لعلها من اشد الروايات. نعم. طلوع الشمس من مغربها، هذا محتوم الامر. نعم. لا يخرج قبل أن تشرق الشمس من مغربها. لسه شو بدي التحاليل الحديثة العلمية اليوم اللي عم بيقولوا إنه محور الأرض توقف عن الدوران وإنه الحالة الممغنطة بالأرض. شو بدي بهذا الحكي؟ نحن عم نحكي رواية. الأئمة أخبرونا عليهم السلام أنه من علامات ظهور صاحبكم أن تشرق الشمس من مغربها. بعد العلامة من الحوادث الطبيعية الصيحة من السماء. هي الصيحة لابد أن تحدث، وهذه الصيحة هي لحظة خروج، لحظة الإعلان عن الخروج. يا أهل العالم إن صاحبكم قد قام، إن صاحبكم قد خرج. بعد هذا إعلان رسمي. وهذه الصيحة العجيب والغريب فيها أنها يسمعها كل من في الشرق والغرب، ويسمعها كل بلغته. بعد بل أن الرواية تقول يسمعها كل مخلوق، حجر، حيوان، شجر، يسمعها. كيف يسمع؟ الله يعلم ما هي الآلية، بس يسمعها كل مخلوق. بعد يسمعها حتى فاقد السمع. يعني بيقول لي أخرس، يقول الرواية تقول يسمعها. شوف الرواية شو بتقول، راح أقرأ لك إياها. وعن الباقر عليه السلام ينادي مناد من السماء باسم القائم، فيسمع من في المشرق ومن بالمغرب، ولا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت. هذا شو؟ هذا الصيحة. هذه الصيحة أكيد يسمعها كل من في الأرض. ولعل هذه العلامة التي تكون هي الإنذار، مثل واحد عم يعلن فلان الفلاني أصبح حاضرا، خلص صيحة من السماء. في أول النهار عند الصباح النايم بفيق بيسمع، القاعد بيوقف، الواقف بيقعد. يعني تتخربط الناس. كل العلامات رح تصير سوا سيد نصر. هولي الحتمية اللي عم نحكي فيهم. يعني عم نحكي نحن بالعلامات العسكرية كخروج السفياني واليماني والخراساني، عم نحكي بالنفس الذكية، عم نحكي بالكوارث الطبيعية من خسف بالبيداء وشروق الشمس من مغربها. هولي علامات حتمية ما أقل من حمل امرأة. يعني هيك الروايات أقل من حمل امرأة، يعني أقل من 9 أشهر إذا جرت أول علامة إلى آخر علامة. نعم.